هل البرفانات والصابون بيأثروا على الفضة ولا لأ؟ اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. مساء الخير. انا جاي النهارده اتكلم عن البرفانات والصابون والكولونيا. الحاجات دي عامة كلها اساسها الكحول. الكحول ده بيتحط فيهم كلهم بس بنسب. في حاجات نسبها بتبقى 5%، 10%، 20%، 50%، 80%، حسب كل حاجة، وكل حاجة ليها تأثير. يعني ايه؟ يعني في حاجات مثلا تأثيرها مثلا 5%، 3% ما بيأثرش قوي، حاجات 20%، 30%، يعني 50، 60% شوية، 80% اكيد، حسب كل حاجة. بس احنا اولا واخيرا بنتفادى منهم كلهم، نحاول نبعد عن كل الحاجات دي كلها ايا كان نسبها قليلة او عالية، عشان الفضة عامة غالية دلوقتي ولازم نهتم بيها. اول حاجة، هو الكحول ده عامة بيأثر على الفضة؟ الإجابة لا، الكحول ما بيأثرش على الفضة أصلا عامة يعني، لكن الكحول بيأثر على البلاتين. البلاتين ده الطبقة اللي بتتحط فوق الخواتم الفضة وسلاسل الفضة الإيطالي، مش التركي ولا التايلاندي ولا المصري. التركي والتايلاندي والمصري دول مش مطلوبين بلاتين، ده بدون الفضة الطبيعي. أما الإيطالي بيبقى ليه لمعة معينة، ليه لمعة معينة، هو ده اللي بتروح، اللمعة دي هي اللي بتروح، بيخليها عادي خالص، كأن الخاتم ده جايبه خاتم مصري عادي خالص، ملوش نفس اللمعه اللي بتفرق بين الخاتم الايطالي وبين الخاتم المصري. دي الفكره كلها. عشان كده الكحول نحاول نبعده عن الفضه الايطالي بالذات اللي هي مطليه بلاتين. طب انا عايز اعرف برضو، هو الكحول ده بيأثر على الذهب؟ هقول نفس الاجابه برضو. ما دام الذهب ده مطلي ذهب، يعني ذهب ايطالي من بره مستورد، مطلي ذهب لمعه زياده، هتلاقي لما هديت شويه، خاتم الذهب بيبرق هتلاقيه هدي شويه، اللون الذهب العادي 21 لونه 21 عادي. اما الذهب المصري عندنا هتلاقيه عادي خالص، هو لونه عادي خالص، مفيش مشكله، لون الذهب عادي خالص. عامه الذهب ما بيفرقش قوي عشان هو اصلا لون المعدن ذهبي، بس هو هيفرق حاجه بسيطه في الايطالي. طب هل الكحول ده بيأثر على حاجه تانية غير البلاتين؟ هقول له للاسف الكحول بيأثر برضو على الاكسيديه. ايه هو الاكسيديه ده؟ الاكسيديه ده اللي بيبقى محطوط في الشغل التايلاندي الحريمي، او في الرجالي، في خواتم رجالي بتبقى فيها اكسيديه. خواتم رجالي بيبقى فيها اكسيديه. ايه معنى كلمه اكسيديه ده؟ اكسيديه ده اللي هو الاسود اللي بيتحط عشان يديله النقشه. من غير الاسود ده هتلاقي الخاتم ملوش لازمه، او شكله مش ظريف. بيتحط في الخواتم التايلاندي، او بيتحط في الخواتم الرجالي، واحيانا بيتحط في خواتم المصري برضو الحريمي. تايلاندي ومصري حريمي، لكن التركي ما فيهوش اكسيديه عادي خالص. فبرضو ده هيأثر على الشغل التايلاندي والمصري اللي فيه اكسيديه. يستحسن ان احنا نبعد برضو عن الشغل المصري والتايلاندي. طب ناس هتقول لي علي، انت قلت لنا ان الكحول ده بيأثر اول حاجه على البلاتين، تاني حاجه قلت لنا ان هو بيأثر على الاكسيديه. طب ايه هو اللي بيأثر على الفضه اصلا؟ يعني ايه هو اللي بيأثر على الفضه يخليها تهدى او تسود، او ايه اللي بيأثر على كده؟ هقول له الحاجه واحده بس، اللي هي الكلور. عملت لكم فيديو هحطه في الديسكربشن دلوقتي، اللي هو تأثير البحر وتأثير البسين في السلاسل الفضة دي، وجبت سلسلتين، وانتوا هتشوفوا فيديو عامة في الديسكربشن وهتشوفوا النتيجة ايه هو. طب دلوقتي بقى عايز اقول لكم ازاي بقى هنحاول نتفادى الكحول ده، عشان الخواتم الايطالي، يعني الناس ما تشتريش خواتم ايطالي، لا تشتري، بس هنحاول نتفاداها ازاي؟ يعني نغسل ايدينا، نقلع خاتم ايطالي مطلي بلاتين، نقلعه، ادي نغسل ايدينا عادي خالص، ننشفها كويس، نلبسها عادي خالص، ترش برفيوم، تقلع السلاسل، او ما تلبسش سلسله، تحط برفيوم كل حاجه لغايه ما ينشف، او ما ينشف البس السلسله، مفيش مشكله. نفس الفكره برضو، انسيال برضو حريمي، برفيوم رش الاول، بعد كده البس انسيال حريمي، مفيش مشكله. دي الفكره كلها. وكده كنت قلت لكم كل حاجه، ان اول حاجه ان الكحول ده بيأثر على الفضه ولا لا، وان الكحول بيأثر على البلاتين ولا لا، وبيأثر على الاكسيديه ولا لا، وازاي برضو اتفادى من الكحول ده وما يأثرش على البلاتين ولا على الاكسيديه. ودي تكون نهايه حلقتنا، ورب تكون افدتكم. ما تنسوش تدعموني وتعملوا سبسكرايب، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. شكرا.